التينة اللي تاكلونها هذه مو ثمرة، هي عبارة عن مئات الأزهار الصغيرة متجمعة داخل حجرة ومسكر عليها، والأشياء اللي تقروش وانتوا تاكلون التينة هذه بذورها الأزهار. زين، علشان تنضج التينة اللي احنا مجازا نسميها ثمرة وتستوي وتصير لذيذة، لازم تتلقح الأزهار اللي داخلها وتكون البذور، صح؟ بس شلون بتتلقح الأزهار وهي داخل ومسكر عليها؟ عن طريق حشرة دبور التين أو الفيج واسب. تدخل أنثى دبور التين واللي يكون لاصق بجسمها اللقاح، راح نعرف بعد شوي من وين جابته. تدخل داخل التينة من فتحة صغيرة بحجم الإبرة هذه، وخلال دخولها تتنتف أجنحتها وقرون استشعارها من ضيج الممر. عقب ما تدخل الأنثى تبيض داخل الأزهار الصغيرة، وعقب ما تبيض بشوي تموت. لما يفقس البيض أول شيء يفقسون الذكور، ويدخلون عند الإناث قبل لا حتى تفقس الإناث علشان يلقحونها. بس بعد ما خلصت مهمة الذكور، عقبها يقعد كل ذكر يحفر نفق صغير من داخل الثمرة للخارج علشان تقدر الإناث تطلع وتطير. أما الذكور فتموت داخل، يعني الذكر يقضي كل حياته داخل هالحجرة المظلمة اللي نسميها ثمرة التين. ني حق الإناث اللي طلعت وهم طالعين يلصق بأجسامهم لقاح من الأزهار اللي داخل، وتطير كل أنثى آلاف الكيلومترات علشان تلقى شجرة التين اللي تناسبها، وتدخل داخل بين قوسين ثمرة التين وتعيد نفس دورة الحياة. زين لحظة، شنو يعني إحنا لما ناكل التين قاعدين ناكل حشرات ميتة؟ غالبا لا. أولا لأن عقب ما تموت أنثى الدبور وكذلك الذكور، تفرز التينة إنزيم قوي يهضم هالحشرات الميتة داخلها، وعلى ما تستوي التينة وتي حضرتك تبي تاكلها تكون هي أكلت الحشرات قبلك. ثانيا أغلب مو الكل، أغلب التين التجاري هالأيام جاي من أشجار ما تحتاج تلقيح أصلا، فما تصير فيها هالعملية كلها. والحين عقب ما عرفت هالمعلومة، هل راح تظل تاكل التين؟ أنا شخصيا إي والله أكله.